جربتي قبل كده بقى تعملي بيتزا سايلة في الطاسة بدون عجن ولا مجهود ولا تعب؟ يعني بعجينة سهلة جدا، يا دوبك هتجهزيها وهتشتغلي فيها على طول. وكمان الحشو اقتصادي جدا ومش مكلف. ان شاء الله هتشوفي الفيديو ده وهتقومي تعمليها على طول. تعالوا بينا بقى نشوف عملناها ازاي، بس يا ريت في الاول ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو وكمان بتعليق لرأيكم في الوصفة. في الاول خالص كده احنا هنجهز الصلصة بتاعة البيتزا. الصلصة دي مميزة جدا وحلوة قوي، وتقدري تعمليها في كل انواع الفطاير والمعجنات. عبارة عن 4 وحدات من الطماطم، وكمان قطعة من الفلفل الاحمر، وكمان كده حوالي 3 فصوص او فصين من الثوم. وهنحط عليهم ربع كوباية من المية، وهنضربهم بقى في الكبة لحد ما الخليط يكون ناعم جدا. طبعا احنا مش هنصفيها ولا حاجة، احنا هنستخدمها كده زي ما هي. بعد كده بقى هنجيب كسرولة كده او حلة صغيرة، هنحط فيها حوالي معلقتين كبار من الزيت، وهننزل عليهم بالطماطم. وبعد كده بقى هنضيف او هنظبط الملح، وكمان شوية صغيرين من الفلفل الاسود. عليهم كمان شوية من الزعتر، بيدوا طعم حلو قوي او تست عالي قوي مع الصلصة. على شوية من البابريكا. هنخلطهم كويس مع بعض، وهنضيف بقى معلقة صغيرة من الصلصة المعلبة، وكمان عليهم رشة كده صغيرة من السكر علشان نعادل الحموضة بتاعة الطماطم. على نار هادية هنسيب بقى الطماطم لحد ما تتسبك معانا، او الصلصة تتسبك معانا بالشكل ده. بس هنغطي عليها ويا دوبك يعني اقل من 5 دقايق كانت اتسبكت معانا بالشكل الجميل ده. مش عايزة اسبكها قوي، انا عايزاها تكون بالقوام ده. وطبعا ما ينفعش نستخدم الصلصة غير لما تكون باردة جدا معانا. بعد كده بقى هنجهز الحشوة، فبنجيب طاسة نحط فيها معلقتين كبار من الزيت، وهنضيف فلفل ألوان متقطع شرايح بالطول، وهنضيف كمان بصلة صغيرة صغيرة برضو مقطعينها شرايح بالطول. هنظبط بقى كده رشة صغيرة خالص من الملح ورشة صغيرة خالص من الفلفل، ويا دوبك يا جماعة تقليبة واحدة أو اتنين على البوتاجاز. وخلاص كده الحشو ده بقى جاهز معانا. طبعا هو حشو اقتصادي، وهنحط كمان دلوقتي هوريكم ان احنا كمان هنقدر نضيف اي حشوات تانية. كده خلاص الخضار بقى جاهز معانا. هنحط بقى كده في طبق، وطبعا هنركنه على جنب. وتعالوا بقى هنا كده لما ندخل على اهم خطوة في الفيديو كله، وهي خطوة العجينة السايلة. في الاول خالص كده طبعا بنجيب بولة ونحط فيها كوباية ونص من المية الدافية. المية بتكون دافية معانا. هنضيف عليهم معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وكمان معلقة صغيرة من السكر، معلقة كبيرة من الزيت. وبعد كده بقى عارفين طبعا الزعتر بنجيبه كده وبين ايدينا نفركه كويس جدا علشان يكون ناعم معانا. هنخلطهم بقى كويس مع بعض. والخطوه الجايه دي اختياري، تقدري تستغني عنها خالص، ان احنا بنضيف بيضه. طبعا بس بضيف بيضه عشان مثلا بس بعلي القيمه الغذائيه علشان لو عندك اولاد ولا حاجه. هنقلبهم بقى كويس مع بعض. وبعد كده هنضيف كوبايتين من الدقيق. طبعا ضفت الكوبايه الاولى من الدقيق، هحط عليها نص معلقه صغيره من الملح، وهنقلبهم كويس مع بعض لحد ما الدقيق يبدأ يختفي معانا. وبعد كده هنضيف كوباية الدقيق التانية. يعني أنا هنا ضفت بالظبط كوبايتين من الدقيق. هنقلبهم بقى كويس مع بعض. وأنا هنا عايزة العجينة تكون سايلة معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قوام العجينة المناسب بيبقى قوامها يعني هنقول مثلا اللي هو بيبقى شبه قوام الكيك. كده خلاص العجينة جاهزة، وهنستخدمها على طول، مش هنسيبها تخمر معانا خالص. طبعا أنا جبت إزازة فاضية، يعني ازازه حجمها صغير، وبدات احط فيها العجينه بالشكل ده علشان تسهل معايا الخطوات الجايه. وطبعا كنت حطيت كمان الصلصه اللي احنا جهزناها، صلصه البيتزا، كمان في نفس الازازه، او في يعني قصدي يعني اقول ان هي في ازازه يعني شبه الازازه اللي احنا حطينا فيها العجينه بتاعه البيتزا. جبت هنا طبعا لانشون قطعته لقطع صغيره، هضيفه كمان مع حشوه الخضار اللي احنا مشوحينه. وكده حاولت يعني ان انا اعمل حشو اقتصادي على قد ما اقدر. التسويه بقى ان احنا بنجيب طاسه على نار هاديه جدا، يا دوبك هندهنها دهنه خفيفه خالص من الزيت. وزي ما انتم شايفين بنبدا نوزع العجينه بتاعه البيتزا بالشكل اللي انتم شايفينه. بس اهم حاجه اول لما بنحطها من الازازه بمعلقه هنبدا بس نسويها علشان ما يبقاش سمكها تخين قوي معانا. وهنغطي عليها اول لما يبدا لونها يتغير من تحت حاجه بسيطه، على طول هنبدأ نقلبها على الناحية التانية. وطبعا يا جماعة الخطوات دي ما بتاخدش معانا كده دقايق وبتكون جاهزة معانا.
هابدأ بقى أحط عليها الصلصة، وطبعًا حبيت برضه أحط الصلصة في إزازة علشان برضه تسهّل عليَّ الأمور أكتر وأكتر. وزي ما قُلت لكم هنا إن الخطوات دي كلّها ما بتاخدش معايا أي وقت نهائي. تعالوا بقى كده نحط الحشوة، هنحط الخضار اللي إحنا مشوّحينه، وبعد كده هنحط طبعًا اللانشون، وهنحط كمان شوية من الجبنة الموتزاريلا، وطبعًا آخر حاجة إن إحنا بنحطها إن إحنا بنزيّنه من فوق يعني بقطعة من الزيتون. طيب يا أم قولي لي أنا مش عايزة أعمل حشو اقتصادي وعايزة أعمل حشو لحمة مفرومة، تقدري طبعًا تعملي إيه، تقدري كمان تحطي حشوة فراخ، أي حاجة متوفرة عندِك تقدري تعمليها، وكمان تقدري تحطي حشوة التونة، بتبقى برضه طعمها حلو وجميل ومميز جدًا. طبعًا ده كله أو الحشو ده كله بنحطه والنار تكون هادية جدًا، وهنغطي بقى على الميني بيتزا علشان الجبنة الموتزاريلا تبدأ تدوب معانا أو تسيح معانا بالشكل اللي أنتم شايفينه. عايزة أقول لكم بقى ما خدتش وقت خالص وحاجة جميلة وطعمها حلو ومميز جدًا، وطبعًا البيتزا أو الميني بيتزا حاجات بيعشقها الكبار قبل الأطفال، جميلة ومميزة أوي. تعالوا برضه أكرر معاكم الخطوات مرة تانية. طبعًا الطاسة على نار هادية هندهنها دهنة خفيفة خالص من الزيت، وبالإزازة هنبدأ ننزل العجينة زي ما أنتم شايفين، بتنزل معانا في منتهى السهولة. امشوا على الخطوات مظبوطة هتطلع معاكم مظبوطة جدًا ومفيش فيها غلطة. أهو شفتوا دلوقتي هنغطي عليها ويا دوبك ثواني هنبدأ على طول نقلب الميني بيتزا على الناحية التانية. وطبعًا زي ما قُلت لكم أهم حاجة لنجاح الوصفة إن النار تكون هادية أو أقل من وسط علشان النتيجة في الآخر تكون كويسة. طبعًا حطينا الصلصة وهنبدأ نوزّعها وبعد كده هنضيف الحشو. طيب حد ييجي يقول لي ينفع أعمل الخطوات دي كلّها وقت لمّا باجي أحط الحشو آخدها كده أحطها تحت الشواية مثلًا حوالي دقيقتين 3 بحيث إن الجبنة تسيح معايا أكتر وتاخد لون؟ هاقول لِك فعلًا تقدري وهتبقى حلوة جدًا وجميلة أوي. بس عايزة أقول لكم إن أنا بييجي لي تعليقات كتيرة أوي، حد يقول لي يا أم قولي لي أنا الفرن بتاعي بايظ، شوفي لنا كده وصفات مش عايزين فيها فرن، أو حد ييجي يقول لي أنا أصلًا البوتاجاز بتاعي بوتاجاز سطحي ما فيش فيه فرن، عايزين وصفات للبوتاجاز بس. فطبعًا الوصفة دي هتنفعِك جدًا لو أنتِ فرنِك بايظ أو ما عندكيش فرن خالص. زي ما أنتم شايفين غطينا عليها، وعلى طول أول لمّا الجبنة بتسيح معانا بالشكل ده هنبدأ نخرّجها على طول. بُصّوا بقى، عايزة أقول لكم كمان حاجة، إن أنا بقى بييجي لي تعليقات كتيرة أوي بيقولوا لي: "يا أم ليلي اعملي لنا الفيديوهات صامت بتبقى أسرع وأسهل." طبعًا أنا حابة أسمع آرائكم في الكومنتات، محتاجين الفيديوهات تكون صامت وأكتب لكم عليها والّا أشرح لكم بصوتي أفضل؟ طبعًا رأيكم يهمني جدًا، فيا ريت بس لو تسيبوا لي آرائكم تحت في التعليقات. وزي ما أنتم شايفين ما شاء الله الميني بيتزا مستوية جدًا، وكمان آخدة لون من تحت حلو أوي، والجبنة بتمُط معانا جدًا. بجد، بجد أنتِ لو شُفتِ الوصفة دي هتقومي تعمليها حالًا وهتجرّبيها لأولادِك، وهترجعي تقولي لي فعلًا تسلم إيدِك يا أم ليلي. وكمان سيبوا لي آرائكم تحت في الكومنتات الوصفة دي تستحق كام على 10؟ يالّا قدّموها بألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين إيديكم، ويا ريت بقى ما تبخلوش على الفيديو ده بلايك وتعليق برأيكم في الوصفة. يالّا قدّموها بألف هنا وشفا وباي باي.